8 فبراير 1958 يوم تاريخي اقترن بفاجعة ساقية سيدي يوسف المروعة التي اهتز لها العالم، وهي من الأحداث الخالدة التي جسمت تلاحم الشعبين التونسي والجزائري، وطبعت نضال أقطار المغرب العربي من أجل العزة والكرامة. ذلك أنها ترجمت ما يمكن أن يقدمه بلد من مؤازرة فعلية وتأييد مطلق إلى قطر مجاور يكافح في سبيل الحرية والانعتاق، كما أنها أبرزت أسمى معاني التضامن الأخوي والتآزر الصادق بين تونس والجزائر اللتين تربطهما وشائج عريقة نسج خيوطها التاريخ المشترك والحضارة المتأصلة. وفي هذا اليوم يقف أبناء البلدين الجارين خشوعا وإجلالا أمام أرواح الشهداء الأبرار الذين امتزجت دماؤهم الزكية على أرض الساقية الآمنة، تعبيرا منهم عن وفائهم الدائم لما استشهدوا من أجله وضحوا في سبيله بنفوسهم الطاهرة. جدت حوادث الساقية بعد انقضاء عامين تقريبا على استقلال تونس، التي ظلت تؤكد أن لا هدوء لها ما دام الشعب الجزائري يخوض غمار المعركة التحريرية، وأن الاستقلال الوطني يبقى منقوصا ما دام الاستعمار مهيمنا على القطر المجاور. وقد سعت بلادنا بكل ما لديها من إمكانات إلى مناصرة الأشقاء الجزائريين، وذلك باحتضانها إياهم على أدين أرضها وبين أفراد شعبها، وهو ما أثار حفيظة الاستعمار الفرنسي ونقمته. لقد أخذت السلطات العسكرية الاستعمارية تسلك شتى الطرق الاستفزازية، وتعاقبت اعتداءاتها المتكررة على الحدود التونسية، وتكاثرت في أوائل عام 1958 حتى كان يوم 8 فبراير الأطفال في مدرستهم الابتدائية بالقرية، والشباب والكهول والشيوخ مجتمعون في السوق كعادتهم لقضاء شؤونهم في راحة بال واطمئنان، وإذا بهم يفاجؤون بعدوان آثم شنه طيران الاستعمار الفرنسي استهدف قلب الساقية، باعتبارها تمثل بالنسبة إلى المجاهدين الأشقاء معقلا من معاقل الثورة الجزائرية، ومنها ينطلقون للنضال. غارة جوية وحشية قامت بها 25 طائرة عسكرية مسلطة نيرانا حامية بالقنابل المحرقة ورصاص الرشاشات الثقيلة، وتسببت في سقوط عشرات الضحايا من بينهم أطفال المدرسة والنساء، وإصابة العديد بجروح وتدمير معظم أجزاء القرية. لقد خلف هذا الاعتداء الفظيع الروعة في القلوب، وكان له صداه العميق في الخارج، إذ تعرضت له الصحافة الأجنبية بإطناب وشهرت به، مما عكس التحول الكبير الذي حصل فيما يتعلق بقضايا شمال إفريقيا لدى الرأي العام الدولي، وافتضاح أمر الخرافة الاستعمارية القائلة بأن قضية الجزائر إنما هي قضية داخلية تهم فرنسا وحدها. وبهذه الصورة بدأ ينظر إلى مشاكل المغرب العربي مع الاستعمار نظرة شاملة كان لها أبعد الأثر في حل تلك المشاكل. وبناء على قرار الزعيم لحبيب بورقيبة، سلم مندوب تونس لدى المنتظم الأممي مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد داغ هامرشولد حول هذا الاعتداء الوحشي، منبها إلى النتائج التي قد تنجر عنه. ورفعت يوم 13 فبراير شكوى إلى مجلس الأمن الذي تجاوزت مداولاته مسألة العدوان على قرية الساقية، وتناولت أساسا الحضور الفرنسي بالجزائر، وهكذا تم تدويل القضية الجزائرية. كما كان النشاط الدبلوماسي الذي قامت به تونس ممثلة في شخص السيد المنجي سليم لدى الهيئات الأممية لا يرمي إلى التنديد بالاستعمار الفرنسي فقط، بل كان يهدف خاصة إلى إبراز ضرورة منح الشعب الجزائري حقه في الحرية والسيادة. أما على الصعيد الداخلي فقد تم استغلال الحادثة للمطالبة بجلاء القوات الفرنسية المسلحة عن كامل تراب الوطن، حيث أمرت الحكومة التونسية بمنع جيوش الاحتلال
من مغادرة مراكزها دون استرخاص، ونصبت السدود أمام الثكنات الاستعمارية. ومضت معركة الجلاء قدما إلى الأمام، الشيء الذي حمل حكومة فرنسا على الموافقة في النهاية على الجلاء التام. ولم تتخلى تونس طوال تلك الفترة عن واجب التضامن الفعلي مع شقيقتها الجزائر في كفاحها ضد المستعمر إلى أن حصلت على استقلالها.